اهلا بكم في فيديو جديد، حلقه جديده من كانت حطوط على الطارق. يعني لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها عن اللعيبه اللي كانت اعتزلت ولكن كان لهم باع طويل في كره القدم، سواء من حيث بقى الشهره او من حيث الاداء او من حيث الانجازات والالقاب والحاجات دي كلها. المهم ان صوتهم سمع في يوم من الايام. ونجم حلقتنا النهارده يكون اللاعب الايطالي او المدافع الايطالي ماترازي، اللي الناس كلها اختلفت عليه بسبب اخلاقه ومشاكله مع اللعيبه وعداوته مع اللعيبه، اللي يمكن تكون هي اللي اثرت عليه في بدايه مسيرته. كان زمانه ممكن يكون انجح من كده بكتير، لكن ده عقلية لاعب مش هتقدر تغيرها. ولكن قبل ما نبدأ في الحلقة كاملة، ما تنساش في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار اللايك. سنة 72 في إيطاليا اتولد ماتيرازي، لما تقول النجم بدأ يبان بقى في اللحظة ديت. اللاعب اللي من هو صغير حب كرة القدم وبدأ يتجه للعبها، سواء في الأكاديميات أو الأندية أو في أي مكان لكن لحد ما انضم لأكاديمية نادي لاتسيو. وبعد ما عمل أداءات كويسة مع نادي لاتسيو في سن ال 18 بدأ يطلع من الأندية، راح نادي إعارة في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس. 5 إعارات كلها في مدار 6 سنين، أو تحس 6 إعارات في 5 سنين في الحدود دي. تبص لأن اللاعب راح إعارات ياما، والناس كلها في وقتها كانت بتقول إن سبب الإعارات دي كلها إن اللاعب كان بتاع مشاكل، ودايما بيعمل مشاكل مع المدربين، مش بيسمع الكلام، في صدامات مع اللعيبة، محبش حد يطلب منه حاجة. هو اللاعب نازل يلعب بدماغه بس، مش فارق معاه أي حاجة بتحصل. علشان نادي ايفرتون يراهن عليه رهان وهو في سن ال 25، ياخدوه اعاره لمده موسم، يعمل اداءات مش بطاله مع ايفرتون، يلعب معاهم حوالي 30 مباراه، سجل فيهم حوالي جونين او 3. تبص تلاقي ان اللاعب عمل اداءات كويسه، لكن اتطرد 3 مرات وخد حوالي 12 انذار في الموسم اللي قضاه معاهم دوت. عشان تبص برضو ان اللاعب في صدمات كبيره عشان يرجع تاني مره على الدوري الايطالي. اللاعب اليوم ما رجع على الدوري الايطالي تبص تحس ان هو ناضج شويه، اللاعب خلاص كمل ال 26 سنه والحاجات دي كلها. يرجع الدوري الايطالي من هنا يقدم موسم ولا اروع، يجيب في 12 جون عشان يخش تاريخ الدوري الايطالي، يبقى اكتر لاعب يسجل اهداف في موسم واحد في الدوري الايطالي. بالفعل هو عملها ب 12 هدف. علشان تبص تلاقي الانديه بدات تتخانق مع عليه، اللي عايز يشتريه، والمزاد اتفتح، وانتر ميلان اللي قدر ياخد اللاعب ده في الاخر. علشان يعملوا انتر ميلان خط دفاع قوي يكتمل بماتيرازي، يعملوا اداءات ولا اروع، موسم في الثاني في الثالث في الحاجات دي كلها. تبص تلاقي ان هو من اهم ركائز الفريق، وينضم لمنتخب ايطاليا في كاس العالم 2002. لكن طبعا ما لعبش ولا مباراه، كان موجود اساطير في الدفاع سواء نيستا كانافارو الناس دي كلها. تبص خلاص تحس ان اللاعب ان وقفت مسيرته في الفتره ديت، الا مع المنتخب طبعا، الا ان برضه ما خلصناش من مشاكله الكتيره. اللاعب مشكلة كبير سواء مع المدربين او مع الانديه. سبب ابتعاده عن منتخب ايطاليا في فتره هو خلافاته الكتيره مع مانشيني. تبص لان هو هو اللاعب مقتنع باللي هو بيقوله، ماليش دعوه بقى بمانشيني بغيره، هو المهم ان هو اللي بيقوله صح. علشان يستبعدوا فتره من المنتخب، وانتر ميلان يستبعده والحاجات دي كلها، ويقعد دكه. الا ان اللاعب دخل في دوامه اصابات برضه بسبب الحاجات اللي كان بيعملها، صدماته مع اللعيبه، فاللعيبه كانت بتتعمد تاذيه. الا ان اللحظه الفارقه في مسيرته اللي اتصاب فيها لما اتعمد في مباراه ان هو يكسر ابراهيموفيتش في ماتش ما بين انتر ميلان واليوفي، وتكاد ان هي تنهي اصلا حياه ابراهيموفيتش الا في الكوره طبعا. الا ان ابراهيموفيتش يرجع بعد فتره ويردها له ويعمل له اصابه كبيره جدا، يرجع فيها على كاس العالم 2006. وده بقى محور حلقتنا النهارده، كاس العالم 2006. الحركه اللي ماتيرازي خلاص، مارشيلو ليبي او مش متذكر او مين، تقريبا ليبي اللي كان بيدرب ايطاليا وقتها، يقرر ان هو ياخد اللاعب دوت في البطوله معاه. على الجماهير كلها تستغرب، انت واخد لاعب جاي من الاصابات، عدى 30 سنه مستريح او 34 سنه، ازاي ده تاخده؟ بس الناس كلها ما ادتش اهتمام، قال لك كده كده كانافارو ونيستا اللي هيلعبوا. لكن كان اللاعب مرزق، نيستا اتصاب في بدايه البطوله علشان ما يكملش البطوله. تبص تلاقي ماتيرازي لعب اول مباراه وسجل هدف، والمباراه ورا الثانيه. عشان نيجي بقى لمحور الحلقه الاساسي، وهو نهائي كاس العالم، او المباراه اللي جمعتهم ما بين فرنسا. طبعا ماتيرازي كان عارف ومتاكد ان طول ما زيدان في الملعب موجود، هي فرنسا هتفضل ماسكه المباراه. كلنا عارفين زيدان وحركات زيدان. طبعا هو حب يخرج زيدان من المباراه. طبعا عارفين اللقطه الشهيره ان هو شتم بوخته، زيدان رد عمل النطحه الشهيره بتاعت كاس العالم. علشان بالفعل زيدان يطرد من المباراه، وايطاليا طبعا بعد ما زيدان كان مسجل جون، ايطاليا تعدت عن طريق ماتيرازي. هو عمل الصعصعين زي ما بيقولوا، علشان وقتها ايطاليا تفوز بكاس العالم. وتبص تلاقي ان ماتيرازي بقى مكروه من جميع الناس اللي بتحب زيدان واللي بيحبوا فرنسا، ومن مشجعين كتير. اصلا ده في مشجعين ايطاليين كانوا بيكرهوه مش معترفين بيه. علشان تبص تلاقي ان بعدها مورينيو بقى لما درب الانتر وعمل معاهم انجازات، مورينيو كان مفهمه ان انت هتبقى لاعب دكه، هنزلك وقت الخناقات والحاجات دي. واللاعب طبعا ليه مواقف كتيره جدا لو فضلت تحكي عنها مش هتخلص، عايزه مسلسل كامل. علشان معاها تنتهي حياة اللاعب الأكثر جدلا بالنسبة لي في تاريخ كرة القدم. فقبل ما ننهي، مشاهد في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر التذكير في الكومنتات، عايزنا نتكلم عن مين الحلقة دي.